السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم كلكم بالصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم السما سيمون ديال ماني اينس. اليوم غنوجد معكم واحد الاكله شرقيه تقليديه كيقولوا لها كبه الحيله او حيله الكبه. هذه كبه الحيله كما كنعرفوا حنا كاملين بان الكبه هي كتكون بالبرغل وباللحم. هذه غادي تكون حيله تاع الكبه، ما فيهاش لا لحم ولا دجاج ولا حتى شي حاجه، غتكون هكا بلا ما نحرق معكم المراحل. ندوزو نكتشفوا هذه الوصفه على بركه الله. هنا اول حاجه كنبداو بها كناخذ هذا العنصر الاساسي اللي هو البرغل اللي ديال هذه الوصفه كامله، اللي هو البرغل. هذا البرغل الرقيق اللي كيكون هكا رقيق، كاين البرغل انواع متوسط وغليظ، وهذا خذوا هذا الرقيق. ولا ما لقيتوش بالنسبه في المغرب ولا هذا، لما لقيتوش خذوا داك السميده الرقيقه ديال الحلوه، حتى هذيك كتجي مزيان اللي كتعجن كندير في السميده، حلوه السميده. هذا كتاخذوا انا هنا خديت البرغل البني ديال القمح، كاين البرغل الابيض كذلك. هذا البني ديال القمح كيجي لذيذ بزاف، طعمه زوين. انا غنعطيكم الوصفه الطريقه وانتم الكميه كتبقى عليكم نتوما. انا عندي هنا كاس ديال هذا البرغل الرقيق، كناخذو كنكبوه هنا في هذا الاناء، كنضيف عليه نفس الكاس الكميه ديال الماء مغلي. هادشي نديرو هكا، صافي. وكنخليه مده ديال 20 دقيقه حتى كيشرب هذاك الماء مزيان. كنخليوه حتى كيشرب ديك الكميه ديال الماء كامله، ونعاود نرجع معكم باش نكملوا المراحل. نغطيو عليه ونرجع معكم. هنا كناخذ طنجره ديالي كندير فيها شي 4 المعالق ديال زيت الزيتون، وكنضيف عليها بصله اللي قطعتها قطع هكا صغيره، خلطوها حركوها. كنضيف عليها هنا عندي 3 ديال الفصوص تاع الثوم، كنضيفهم عليها مره واحده. وهاد الحر، هاد الرويصات ديال الحر كذلك كنضيفهم يتقلاو مع البصله ومع الثوم. فيهم يتقلاو مزيان. هنا ملي كتقلى مزيان هاد البصله وهاد الثومه كنضيف عليهم عصير ديال الطماطم او طماطم مركزه. انا ما عنديش عصير ديال الطماطم، نضيف عليهم هاد مركز الطماطم تقريبا 2 ديال المعالق كبار. وكنبقى نخلط في هذا العصير تاع الطماطم مع عفوا مركز الطماطم مع البصله حتى كتشحر حتى هي مزيان. هنا من بعد ما كدوز 20 دقيقه على داك البرغل ديالنا اللي نقعناه في الماء الساخن، كيولي بحال هكا كيشرب هذاك الماء كله اللي حطينا فيه. كنضيفوا عليه هنا عندي بطاطا بطاطا وحده اللي قطعتها قطع صغيره وسلقتها، غنضيفها عليه. وغادي نعجن كلشي بيدي بحال هكا. علاش درنا هاد البطاطا سخونه بحال هكا؟ هذه هي اللي غتجمع لينا هاد البرغل. كتخليش داير كتجمعو.
ها هو بدا كيتجمع. هنا من بعد ما كنعجنوا البطاطا مع داك البرغل كيولي عجين بحال هكا، ما كتبقاش باينه هذيك البطاطا نهائيا. صافي كنضيفوا عليها هنايا بيضه، 2 معالق ديال الدقيق، كنديروا الملح، فلفل اسود، كنضيف هنايا عندي معلقه ديال بهارات تاع اللحم، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال القزبر مدقوق يابس، وكندير كذلك معلقه ديال الكمون صغيره، معلقه ديال الكمون، وكنبدا نجمع هادشي بيدي. هاد الخليط كله كنجمعو حتى كينسجم كلشي، الدقيق والبيض نعجنها مزيان حتى كيولي عجين متماسك اللي غيمكن لينا نخدمو به. هنا ملي كنخلطوا العجين ديالنا وكنعجنوه كيولي عندنا عجين متماسك على هذا الشكل هذا، كيف ما درنا ليه كيتدير. هنا غادي نمسح يدي، غادي ندير يدي شويه بالزيت، وكنبدا ناخذ هاد الكميه بحال هكا ونكورها على شكل كره هكا صغيره، ونحطها هنا في اناء يكون فيه دقيق باش ما يلصقوش. نبقى مستمره بحال هكا صافي، ونحطهم. بغيت ندير كبر من هاد الكرات ندير او صغار. صافي ونحطهم. هنا ملي كنكمل هاد الكرات ديال البرغل كنجيب الدقيق، كنرش عليهم الدقيق كلهم، نلبسهم مزيان دقيق باش ما يتلاصقوش مع بعض، ونكورهم في الدقيق. كنحطهم، كندير واحد الطنجره اللي كيغلى فيها الماء مزيان حتى كيولي غليان على هاد الطريقه هذه، وكنبدا نحط فيهم في الطنجره باش يطيبوا. غندير هذه بهذا الشكل باش ما تحرقش. ضروري تلبسوهم بدقيق مزيان باش ما يلتصقوش لكم مع بعضهم. صافي، وكنبقى نخلط فيهم بحال هكا باش ما يلصقوش مع بعضياتهم في الماء. كنخليهم تقريبا 10 ديال الدقائق وكنحيدهم كيكونوا واجدين. هنا مره كنبقاو نحركوهم بشويه بشويه، ما نغفلوش عليهم باش ما يلصقوش لينا في الطنجره. هنا من بعد ما كتقلى الطماطم مزيان مع البصله والثومه، كنجيبو هنايا عندنا زلافه ديال الحمص اللي سبق لي وسلقته، كنضيفو على هذا الصوص،
كنضيف الملح، فلفل اسود، كنضيف كذلك هنايا عندي هاد التوابل تاع اللحم اللي درت في البرغل كذلك، وكندير هنا كذلك ملعقه ديال الكزبره اليابسه، ومعلقه ديال فلفل احمر تحميره، وكنخلطوا هذاك الحمص مع هاد الشاموله اللي درنا. هنا من بعد ما كيتسلقوا مزيان هذوك الكريات ديال هاد البرغل، كناخذوا داك الماء اللي تسلقناهم فيه كنضيفوهم على هاد الشرموله هذه اللي عندنا. بسم الله. كناخذوا الكميه اللي غادي نديروا بها الصوص، اللي غنحتاجوا بها الصوص، كيعطي تا هو مذاق زوين. داك البرغل كيطلق فيه داك التوابل اللي درنا به عجناهم فيه. نضيفو مازال، صافي هذا كافي. نزيد واحد شويه، صافي. خلطوهم مزيان. نضيفوا عليهم كذلك عندنا هنا القزبر والمعدنوس، نضيفوا هنا شويه القزبر والمعدنوس، ونخليه حتى كيبدا يغلي داك المرق مزيان، ونضيفوا عليهم هاد الكريات تاع البرغل. هنا من بعد ما كيبدا يغلي هذاك المرق، الصوص اللي صايبنا كيكون غلا مزيان، كنجيبوا هاد الكريات ديال البرغل وكنبداو نضيفوهم على هاد المرق اللي هنا. صافي، وكنخليهم تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كيشربوا حتى هما داك المرق، كياخذوا النسمه ديال داك المريقه. صافي، وكيكونوا واجدين. هنا من بعد ما كتكون دوز 10 ديال الدقائق كتكون كبات حيله وجدات عندنا، كتكون مريقه مختره على هذا الشكل هذا، والمذاق ما نقولش لكم مذاق رائع. وبغيتكم تجربوها لانها وصفه زوينه بدون لحم، بدون دجاج، اقتصاديه ومفيده كذلك. البرغل مزيان ديال القمح والحمص، هاد العناصر كينسجموا كيعطيو واحد المذاق لذيذ. هنا غادي نضيفوا عليها شويه ديال القزبر والمعدنوس كتزيين من الفوق. صافي، وكنضيفوا كاختياري شويه ديال الفلفل الحار، واحد القبصه ديال الفلفل الحار من الفوق على هذا الشكل هذا، وكتكون واجده. نتمنىكم تجربوها هذه الوصفه، ولا عجباتكم كذلك ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب، واللي ما مشتركش كذلك في القناه يشترك. الى هنا نقول لكم مع السلامه، الى فيديو قادم بحول الله.